وهالكم علبة فاصوليا. آخر حاجة في المونة والتخزين اللي احنا مخزنينه. للأسف الشديد إذا ما أنقذتونا حنموت من الجوع والله العظيم. لازم نعمل طبخة فاصوليا. انتوا عارفين كيف بنسويها؟ بعرفش انتوا كيف بتسووها، بس اتذكر زمان قبل المجاعة كنا ننقع الفاصوليا، نسلقها، نطبخها ونتفنن فيها. هلقيت بيجيبوا لنا اياها مطبوخة وجاهزة. شوف كيف علقت، يا الله، مش طبيعية مش طبيعية. علقت ليش يما؟ فوق ما بدنا ناكلك كمان وانت حالتك حالة وفايت معادك كمان معلقة. شوف كمان هيك بتدلل علينا علبة الفاصوليا، اقسم بالله علبة الفاصوليا بتدلل علينا. شوف لازم يعني لازم نهز الورد تنشمه. المهم، ولأنه هالفاصوليا هذه مش حتكفينا فطور وغدا وعشاء وتاني يوم فطور، فايش عملنا؟ رحنا جبنا علبة رابعة. علشان ايش؟ اتمشي. وجبنا مية علشان ايش؟ نزودها، بحكم انه الصلصة غالية عنا، ما بنقدر على الصلصة يا عم. الصلصة هذه للطبقة المخملية اللي معها مصاري. الله يعيننا في غزة على هالأوضاع اللي بنعيشها. يا جماعة الخير، لا تنسوا التبرع لأطفالنا. أطفالنا في عز الحاجة لكم ولوقفتكم القوية والجادة معنا. ربنا يبارك فيكم. لا تخذلونا ولا تمشوا عن فيديوهاتنا وعن قنواتنا مرور الكرام. لا تمروا عليهم، لا تعتادوا المشهد. اتركوا لنا أثركم. تبرعوا وساندونا وكونوا معنا، كونوا عون إلنا. احنا اليوم مثلا هذه آخر اشي في المخزون، بكرة يا عالم ايش الواحد بده يطعم اولاده. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حدا وصلنا لهذا الحال. وصلنا لحال صعب ومأساوي في أولادنا، إنه فعليا مش قادرين ندبر لقمة عيش أولادنا، مش قادرين ندبر أكل أولادنا. فربنا بيكرم. شفتوا الخبز هذا؟ إحنا بنشتري الكيلو ما يقارب ب40 شيكل. تمام، الكيلو ب40 شيكل. وأبو زيد خاله عاد اللي عنده خبز. فعليا إحنا الغزاوي مش حيلحق كل يوم بده 2 كيلو 3 كيلو طحين، مش حيلحق على هذا الموضوع. فعشان هيك قنواتنا هي منفسنا الوحيد وهي مصدر دخلنا الوحيد في ظل الإغلاق التام علينا والتسكير من كل مناحي الحياة. فيش نفس في غزة. عارفين ايش يعني فيش نفس؟ يعني شفتوا انا ايش برش هون؟ برش بصل مطحون، بودرة بصل، لانه فعليا راس البصل عندنا ب100 شيكل. فيش مجال انك تفرم بصلي على طبخة، فيش مجال تحط بصلي على طبخة او تحط تومة او تحط اي اشي غير الطبخة والمية بس. أي مقوم من مقومات الغذاء مش موجود إنك تكمل طبختك فيها. يا عمي الأساس الخبز مش موجود، فكيف الواحد بده ياكل؟ فبنضطر نعمل أشياء زي الرز والعدس، نعمل مجدرة، نعمل أشياء هيك تمشي الواحد والأطفال. شوفوا كيف ولادي قاعدين بيتكتلوا على الخبز. طلع يمنا ما بتقدر، يمنا ما بتقدر، ما تتكتل، ما بيقدروا، ما بتقدر تاخذ الخبز وتعطيه، ما بتقدر. على عينها بتقسم الخبز لإبراهيم، على عينها. تفضل يا إبراهيم، بتقول له تفضل، مش من قلبها. أنا عارفة بنتي يمنى. اللهم أدمها من نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. جماعة لا تنسوا التبرع لأطفالنا، لا تنسوا دعمنا. علامة $1 موجودة في الفيديو، على التعليقات بتقدروا تتبرعوا لنا، تتبرعوا لغذاء أطفالنا. وبعد ما خلصنا طبعا ما قدرنا ما نركب غلاية الشاي على النار. لا 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 لا، مش هيك يا جماعة، لا مش هيك. أيوة رجعيها يا يمنى، رجعيها، زبط المقطع تاني. أيوة لا 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 لا، كاسة شاي بدون سكر، لأنه السكر بمبلغ وقدره للناس المقتدرة مش إحنا. ولا تنسوا الاشتراك في قناة يمنى الغزاوية الجديدة ونشرها في كل مكان. بحبكم كتير.